واش حسيتي من قبل بلي كاينه شي حاجه كبيره كتسناك؟ واش عمرك تساءلتي علاش ما كتعيش الحياه اللي كتستاهلها؟ الجواب سهل، حيت مازال ما طلقتيش العنان لقوه الخيال ديالك. الخيال ماشي غير احلام، هو البذره اللي غادي تكبر تولي الواقع ديالك. واش مستعد تكتشف العالم ديالك الداخلي؟ يلا نبداو. شوف، كل انجاز في هاد الدنيا بدا غير بفكره صغيره. الطياره قبل ما تولي حقيقه كانت حلم. الهاتف قبل ما يولي جزء من حياتنا اليوميه كان خيال. الناس اللي وصلوا لابعد من الاحلام ماشي لانهم كانوا اقوى منك، ولكن لانهم امنوا بالخيال ديالهم. الخيال كيعطيك واحد الرؤيه، والرؤيه كتعطيك الطاقه، والطاقه كتجرك للعمل. ملي كتخلي عقلك يحلم، راك كتفتح ابواب ما كنتيش كتشوفها. ما تخليش الخوف يوقفك، ما تخليش اليأس يقنعك بلا مجهود. كل فكرة صغيرة ممكن تولي بداية قصة نجاح، هذا هو السر ديال كل إنسان ناجح. دابا السؤال اللي خاصك تجاوب عليه، واش غادي تبقى تشوف الحياة من برا ولا غادي تدخل العالم الداخلي وتخلق واقع ديالك؟ امن بخيالك، خطط، خدم عليه، وخلي كل فكرة صغيرة تكبر. راك قادر، وعقلك فيه قوة أكثر مما كتصور. وما تنساش أن كل إنجاز بدا بفكرة، واليوم الفكرة ديالك هي البداية ديال قصة نجاحك. وإلا بغيتوني نتعمق في الموضوع أكثر خلي لي